بسم الله، اهلا بيكم يا جماعه. معاكم جوبا. اهلا بيكم في حلقه توقعات دوري ابطال اوروبا دور ال16، الدور اللي فعلا فيه اللي خايف يروح ليه، علشان هي يعتبر نهائيات مسبقه. خلينا بس نتكلم ان دور ال16 يا جماعه مش هيكون دور عادي، لانه هيكون في فبراير 2023 مش هيكون في 2022. مباريات الذهاب في دور ال16 هتكون يوم 14 و15 فبراير، ومباريات الاياب هتكون في 7 و8 مارس 2023 باذن الله. يعود علينا وعليكم الايام كلها بخير ان شاء الله. فعموما الفرق كلها قدامها وقت كبير جدا بعد كاس العالم، وفي اكيد طبعا هتحصل انتقالات يناير، واللعيبه اللي هتتالق في كاس العالم الانديه هتدور انها تاخدها وهكذا. فبالتالي هتلاقي الفرق كلها قوامها بيتغير لحد كبير، او المعظم مثلا هو اللي قوامه هيتغير، لان لسه في فرق كتيره محتاجه تدعيمات، وهنذكرهم فرقه فرقه. ومعلش هنذكر بقى برشلونه ومانشستر يونايتد وتوقعاتي للفرقتين اللي هيلعبوا بعض في الدوري الاوروبي، هنذكرهم في اخر الحلقه، بما ان الاثنين للاسف لبسوا بعض في دور ال 32 وبس كده. قبل ما نبتدي حابب افكر حضراتكم يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك عشان الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا شير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. وشكرا ليكم كلكم. فده نخص تفاصيل كتير، يلا بينا نبتدي. اول ماتش معانا النهارده هو ماتش تشيلسي وبروسيا دورتموند. تحس ان الفرقتين مناسبين جدا لبعض، الاثنين ظروفهم متشابهه، الاثنين بيحاولوا ان هم ياخدوا مركز مؤهل للتشامبيونز ليج السنه القادمه ان شاء الله. تشيلسي على الورق طبعا تشكيلته اقوى بالصفقات اللي جايبها والصفقات اللي هيجيبها في يناير، واعتقد ان هو هيدعم بشكل هجومي مميز جدا. نادي تشيلسي معاه فلوس كتير وهيصرف، عكس بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند مش قد كده في المصاريف، بروسيا دورتموند بيعتمد على الاكاديميه بتاعته اكتر، فما عندوش فرصه كبيره، ما عندوش الفرصه اللي انت ممكن تشوفها عاليه قوي ان انت تلاقي بروسيا دورتموند هو اللي يصعد. انا متوقع ان تشيلسي هو اللي يصعد على حساب بروسيا دورتموند، وده مش علشان حاجه والله، قد ما هو ان انا عارف ان جراهام بوتر هيحاول يجيب ال 180% بالفرقه اللي معاه دي، الا وهي تشيلسي. تشيلسي مش هيودع بسهوله دور ال16، تشيلسي قاعد معانا لدور ال8، بس مش هيعمل المفاجاه على الاقل السيزون ده. تحس دايما ان جراهام بوتر معاه التشكيله بتاعته يقضي بيها دور ال8 بالكتير، ما يصعدش اكتر من كده، يعني ده انجازاته مع نادي تشيلسي. فتشيلسي هو اللي هيصعد لدور ال8 باذن الله. نيجي بقى للماتش اللي بعد كده، ماتش مانشستر سيتي ضد لايبزيج الالماني. طبعا السهل يروح لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي يا جماعه اللي لو ما حدش ملاحظ هو دايما بيقع في فرقه سهله في دور ال16 او متوسطه يا سيدي، احتراما لنادي لايبزيج، بس في الاول وفي الاخر بيلبس دايما في دور ال8، بيلبس لبسه سواد ما حدش بيعلم بيها غيره، بيلبس لبسه بتطلعه من دوري ابطال اوروبا. فانا شايف طبعا مع هالاند والكلام ده كله، وكمان ان هالاند كان بيلعب في بروسيا دورتموند، فبالتالي عارف لايبزيج في الدوري الالماني. مانشستر سيتي هيكسب، المتأهل هو مانشستر سيتي باذن الله. نيجي بقى الماتش الثالث معانا النهارده، وده بالنسبه لي ماتش مهم جدا جدا جدا، الا وهو ماتش ميلان وتوتنهام الانجليزي. ميلان الفرقه اللي انا بشجعها، اللي انا مبسوط جدا انها تواجدت في دور ال16 لاول مره من 9 سنين غياب. نادي ميلان كان خارج دور ال16، كان بيصعد دور ال16 قبل كده طبعا كتير، بس كان خارج دوري ابطال اوروبا لمده 7 سنين ودور ال16 لمده 9 سنين. انا ممكن اقول لك شفره توتنهام تخلص ازاي. ناس كتيره طبعا هترشح نادي توتنهام على حساب ميلان، بس انا العكس، انا بقول لك ان الفرقه اللي انا بشجعها هي اللي هتصعد، وهقول لك الاسباب المنطقيه ليها. اول سبب هو ان بيولي عارف كونتي، حافظه من ايام انتر ميلان، وعارف هو طريقه لعبه الدفاعيه ازاي. توتنهام اساسا السنه دي اتكشف على 3 لعيبه فقط، ان مسكتهم دفاعيا انت قضيت على خطوره توتنهام. ال3 لعيبه دول هم كلوزوفسكي طبعا وسون وكين. هاري كين وسون وكلوزوفسكي لو انت عرفت تمسكهم دفاعيا، كاير توموري مثلا على سبيل المثال، يقدروا يحدوا من خطورتهم، او طبعا تنزل تونالي خط وسط مدافع هو وبن ناصر على ال3 دول، بحيث ان انت تعمل عليهم كماشه دفاعيه، ممكن ان انت تحد من خطوره نادي توتنهام، وتلاقي توتنهام بيدافع بقى بباقي اللعيبه في ال18 بتاعه. وده اللي انا كنت عايز
عايزه من فكرة ان توتنهام، كنت بتمنى ان توتنهام يكون متواجد مع ميلان، والحمد لله ان هو وقع مع ميلان، لان توتنهام في المتناول. تقدر ان انت لما تمسك الثلاث لعيبه هتعرف ان انت تجيب هدف واثنين وثلاثه، بس بشرط مش هقلل لك من قيمه توتنهام. بس انا عايز اكلمك ان فكره ان النادي ميلان محتاج لعيبه، محتاج هجوميا يشتري مهاجم صريح ويشتري جناح يمين ضروري جدا، بدل التلزيق اللي انت عامله في فرقتك ده. محتاج ان انت تجيب 2 لعيبه ضروريه لو انت عايز تكسب، لو انت عايز تصعد لدور الثمانية، لان الحلول الهجوميه موجوده في توتنهام، وتجيب فيه جون واثنين ويركن ورا في الدفاع وما يخلكش تعرف تجيب هدف خالص. فالحلول الهجوميه جاهزه عند توتنهام باستثنائك انت يا ميلان في الفكره الهجوميه فقط. انت محتاج لعيبه تدعم في يناير عشان تبقى جاهز لنادي توتنهام في فبراير. لو ما عملتش صفقات في يناير نسبه فوز توتنهام هتكون ازيد بكتير من نسبه فوز نادي ميلان. بس توقعي هنا رايح طبعا الفرقه اللي انا بشجعها الا وهي نادي ميلان يصعد على حساب نادي توتنهام لدور الثمانية بإذن الله. نيجي للماتش الرابع معانا النهارده، وده ماتش برضو يعتبر مهم، وهو النهائي المبكر، النهائي اللي حصل السنه اللي فاتت، ليفربول ونادي ريال مدريد الاسباني. مع الاسف الشديد الاثنين بيقعوا في بعض في نهائي مبكر جدا. لسه كنت بتتفرج على النهائي في شهر 5 اللي فات، دلوقتي انت بتتفرج عليهم ان شاء الله في فبراير في دور ال16. مش قادر اقول لك قد ايه ليفربول فعلا في معاناه. ليفربول بيعاني بشكل كبير جدا على حاجات كتير وهقولها لك بالتفصيل. نادي ليفربول بيفتقد للتدعيمات الدفاعيه، التدعيمات اللي انت مستنيها ان هي تقدر تحد من خطوره ريال مدريد، انها توقف ثلاثي الهجوم المرعب رودريجو وفالفيردي كمان وكريم بنزيما، وطبعا هنضيف عليهم الشخص الرابع اللي هو فينيسيوس جونيور. انت عندك الاجنحه رودريجو وفينيسيوس جونيور بس، هما الاثنين يقدروا يفسحوا ارنولد. اي واحد فيهم في المركز الخاص بارنولد هيقدر يعمل عليه مساحات وهيقدر يجيب في ليفربول اهداف. وزي ما حصل في النهائي بتاع 2022 ممكن تلاقيه جدا بيكرر في 2023 والريال يعرف يكسب نادي ليفربول لو ما فيش التدعيمات الدفاعيه المطلوبه. وطبعا انت محتاج بصراحه يعني جناح شمال يكون كويس يؤدي دور ساديو ماني، يعني يكون سريع قوي، لان محمد صلاح فكره استنزافه دي بقت سخيفه جدا. لان انت بكل بساطه عندك محمد صلاح انت بتديله دور ساديو ماني والدور بتاع محمد صلاح كمان، فبالتالي الراجل شبه بيلعب لك بالوينجين، فده غلط. لازم ان انت تحافظ على محمد صلاح ومجهوده عشان يعرف يديك ال200% بتوعه ويعرف يبقى خطير هجوميا بالشكل المطلوب. وللاسف بقى المشكله الثانيه ان مالك نادي ليفربول الامريكي هيضطر ان هو يبيع النادي. هو دلوقتي في حاليا الى حد وقت تصوير الحلقه هو عايز يبيع نادي ليفربول. فنادي ليفربول لو اتباع اكيد طبعا السياسات هتبقى مختلفه بالنسبه بقى لايا كان المالك ليه، هيصرف مش هيصرف، هيعتمد على الشباب. فنادي ليفربول في ارتباك بشكل كبير. ده غير كمان نادي ليفربول مش جاهز من حيث الدوري الممتاز، مش فريق قوي زي كل سنه. واضح ان نهائي دوري ابطال اوروبا اثر فيهم بشكل كبير. الموسم ده ليفربول بعيد جدا عن الدوري. بس عايز اكلمك برضو ان كلوب نحس شويه في السنه السابعه ليه، السنه السابعه ليورجن كلوب مع اي نادي، وطبعا بخص في الذكر بروسيا دورتموند، بتبقى سيئه جدا. السنه السابعه بتبقى كارثيه ليه، ولحد الان للاسف الشديد بتتكرر مع نادي ليفربول. فانا شايف ان بالطول وبالعرض ريال مدريد هو اللي هيكسب وهو اللي هيصعد لدور الثمانية. ده غير كمان ان اخر المواجهات بين ليفربول ونادي ريال مدريد اتحسمت لصالح نادي ريال مدريد بواقع 5 فوز وتعادل وحيد، وليفربول ما كسبش خالص. اخر 6 مواجهات كارثيه على نادي ليفربول. ايوه للاسف الشديد نادي ريال مدريد كعبه عالي على نادي ليفربول واخد منه 2 دوري ابطال اوروبا، واحده في 2018 وواحده في 2022. فبالتالي ريال مدريد ورفاق كريم بنزيما هم دول اللي هيصعدوا لدور الثمانية باذن الله. عندنا بقى 3 ماتشات جايين. هو 3 ماتشات انت بتستغرب هم موجودين ليه اصلا في دوري ابطال اوروبا، ليه مش موجودين في اليوروبا ليج؟ بس هم انديه بصراحه ادوا اداء كويس جدا في دور المجموعات واستحقوا فعلا الصعود لدور ال16. الماتش رقم 5 كلوب بروج وبنفيكا البرتغالي. انا بتوقع فوز بنفيكا. بنفيكا يا جماعه فرقه كلحه من السنه اللي فاتت من ساعه لما خرجت برشلونه من دور المجموعات، ودلوقتي هي عرفت انها تتصدر مجموعتها مع باريس سان جيرمان. لسه هنجيلك على الماتش بتاعه. فبالتالي فرقه بنفيكا جاهزه. فرقه بنفيكا عندها الكلاحه انها تكمل للدور اللي بعده، وهيكون ليها تفوق على كلوب بروج بكل تاكيد. فبالتالي بنفيكا اللي هتصعد.
نيجي بقى الماتش السادس معانا، الا وهو ماتش نابولي وفرانكفورت. دول انسب اتنين يلعبوا بعض. ليه؟ لان الاتنين فعلا فرق قويه جدا حاليا. فرانكفورت بكل بساطه هو جاي لك وهو بطل الدوري الاوروبي، وعلى النقيض تماما بقى عندك نابولي مش بطل الدوري الاوروبي ولا حاجه، بس متصدر الدوري الايطالي، وفرقه بتسعى انها تاخد الدوري بسباليتي وتشكيله الشباب اللي عاملها، وفعلا عامل تشكيله اكتر من هايله وفرقه قويه وخطيره. بس شايف من وجهه نظري ان فرانكفورت هيعمل المستحيل وهيتاهل لدور الثمانيه على حساب نابولي، مع ان نابولي هو المفروض اللي على الورق هو اللي يبقى متفوق، بس انا شايف ان فرانكفورت تقدر تحقق المستحيل وتصعد على حساب نابولي اللي هكون شايفه بيركز اكتر على الدوري الايطالي اكتر من دوري ابطال اوروبا، لان نابولي وجماهيره شايفين ان هم صعب ان هم ياخدوا دوري ابطال اوروبا او يوصلوا لمرحله متقدمه الا وهي نص النهائي مثلا. لا، فهو شايف ان خلينا نركز في الدوري، خلينا ناخد الاسكوديتو وبعدين نبقى نشوف موضوع دوري ابطال اوروبا ونحقق التارجت اللي بعده. نفس الفكره اللي عملها نادي ميلان لما خرج السنه اللي فاتت من دوري ابطال اوروبا ركز على الدوري وخد الدوري، فبالتالي ممكن تلاقي نابولي يخرج من دور ال16 عادي جدا ويركز في الدوري باذن الله. مع ان انا في مصلحتي ان نابولي يركز في دوري ابطال اوروبا وانه يكسب، بس توقعي هنا رايح لفرانكفورت بصراحه، لان انا عايز ميلان هو اللي ياخد الدوري، فانشغال نابولي هيبقى مهم بالنسبه لنادي ميلان، ففرانكفورت هو اللي هيصعد باذن الله. نيجي بقى للماتش اللي بعد كده وهو الماتش السابع معانا النهارده، الا وهو ماتش انتر ميلان وبورتو. الحقيقه نادي انتر ميلان حقق الصعب وعرف يصعد في مجموعه صعبه جدا، يعني كان المفروض برشلونه هو اللي يلعب بورتو. دلوقتي انت هتلاقي انتر ميلان بيلاعب بورتو. انتر ميلان مش جاهز، خلينا نتكلم بصراحه. انتر ميلان حاله زي حال ليفربول ونادي ميلان نفسه، لو ما عملش صفقات هيخرج من دوري ابطال اوروبا، وانتر ميلان ممكن يخرج بفضيحه، ممكن ما يخسرش 1 أو 2، لا ده يجي فيه 3 و4 على فكرة. انت بتتكلم في ان هو مش جاهز خالص. الفرقة يعتبر يعني تقدر تقول كده انزاجي بيلصم بيغزل برجل حمار حرفيا، فانت بتتكلم على فرقة مش جاهزة، محتاجة تدعيمات علشان تصعد علشان تكمل. غير كده هي فرقة محلية بحت. الحقيقة فرقة انتر ميلان مش مقنعة كمان في الدوري، لان انتر ميلان حاليا بينافس على مركز مؤهل لدوري ابطال اوروبا، مش منافسة رسمية على الدوري الايطالي السنة دي عكس السنة اللي فاتت خالص. على الناحية التانية انا شايف بورتو فرقة هجومية قوية جدا ودفاعيا كمان متماسكة بشكل كبير، وبورتو قادرة انها توصل لدور الثمانية وعملتها قبل كده يعني كذا مرة. فنادي بورتو فرقة متمرسة في دوري ابطال اوروبا مؤخرا، فبالتالي بورتو اللي هيصعد لدور الثمانية ان شاء الله. ونيجي لاخر ماتش معانا النهارده في دوري ابطال اوروبا، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. يمكن ده من وجهة نظري المتواضعة ده اقوى ماتش في دوري ابطال اوروبا، لان بكل بساطة دول الفرقتين اللي شبه بعض في كل حاجة تقريبا، دول الفرقتين اللي مسيطرين على دورياتهم المحلية، دول الفرقتين اللي عندهم تشكيلتين جبارتين، وعندك طبعا هجوميا جاهزين باريس سان جيرمان بنيمار وميسي ومبابي. طبعا التشكيلة انت عارف انها كده جالاكتيكوس يعني، بس بايرن ميونخ برضو عنده لعيبة فائت بقت بمثابة صفقات، الا وهي ليروا ساني وتشوبو مواتينج، وعندك طبعا ماني وعندك جنابري، فبالتالي انت عندك فرقة جاهزة ودفاعيا كويسة طبعا، ودعم نفسها بدي ليخت، وعندك مدافعين اقوياء ونوير عندك في حراسة المرمى. فالفكرة ان انت عندك فرقتين هيبقوا في حرب عالمية تانية. انت بتتكلم على فكرة الصقر ده عبارة عن صقر مين على مين. بايرن ميونخ خد دوري ابطال اوروبا سنة 2020 على حساب باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان جه السنة اللي بعدها خرج نادي بايرن ميونخ من دور الثمانية، فبالتالي كده احنا 1-1. 2-1 بقى لمين هي اللي هنعرفها السنة دي بإذن الله، هنعرفها في دوري ابطال اوروبا الموسم ده. هنشوف مين بقى، هل بايرن ميونخ هيعرف يخرج باريس سان جيرمان، ولا باريس سان جيرمان هيعافر وهيوصل لدور الثمانية على حساب بايرن ميونخ. وهنا نيجي برضه يا جماعه لحاجه غريبه جدا، الا وهي حظ باريس سان جيرمان الزفت بصراحه في دور ال16. هو يعتبر فرقه منحوسه في دور ال16. 2021 قابل برشلونه، 2022 قابل ريال مدريد، 2023 هيقابل بايرن ميونخ. فانت بتتكلم على فرقه دايما بتقابل فرقه قويه جدا قصادها،
بتختبر قوة باريس سان جيرمان الحقيقية ومقدرته في الصمود والصعود للأدوار الإقصائية القادمة في دوري أبطال أوروبا. بس أنا هنا بتوقع فوز بايرن ميونخ، والتيشيرت ده هو اللي يصعد لدور الثمانية بإذن الله، لأن أنا شايف إن بايرن ميونخ هي الفرقة اللي عندها عقيدة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا أكتر وتقدر إنها تكمل شوية. والحق يتقال أنا عايز أشوف ريال مدريد وبايرن ميونخ في ماتش عشان نخلص بقى من الزيطة اللي على السوشيال ميديا دي، فكرة إن ريال مدريد هو اللي مشرف الكرة الإسبانية وفاز على بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ على العكس بقى تماما بيدمر في كل الفرق الإسبانية باستثناء ريال مدريد. فنشوف بقى الاثنين في دور الثمانية أو دور نص النهائي أيا كان، نشوف بقى المعركة دي هتخلص على إيه، وهل فعلا بايرن ميونخ يقدر يوقف ريال مدريد في يوم من الأيام ولا لا. ريال مدريد هو اللي هيفضل مسيطر على بايرن ميونخ، خصوصا كمان وبعدم تواجد كريستيانو رونالدو. فانا زي ما بقول لك بتوقع فوز بايرن ميونخ يصعد لدور الثمانية باذن الله. ونيجي بقى للدوري الاوروبي. الدوري الاوروبي اليوروبا ليج دور ال 32، الماتش اللي فيه الفرقتين اللي انا بشجعهم عن نفسي مانشستر يونايتد وبرشلونة. ماتش يا جماعه ده نهائي مبكر، الحق يتقال انا هقول لك الناحيه التجاريه، خلينا برضو نتكلم بصراحه. الماتش ده لسبب تجاري بحت، علشان الاعلانات والمعلنين وشركات الرعايه وطبعا جذب الجماهير نحو اليوروبا ليج من خلال ان هم يحطوا بطلين لدوري ابطال اوروبا سابقا محطوطين في الدوري الاوروبي دلوقتي، وجاء عليهم الزمن ان هم يبقوا موجودين في الدوري الاوروبي البطوله الثانيه في دوري ابطال اوروبا. فبالتالي انت هتلاقي برشلونه بيكسر في عظم مانشستر يونايتد، وطبعا مانشستر يونايتد بيدغدغ في برشلونه. كنت اتمنى ان انا اشوفهم على فكره في دور نص النهائي، في النهائي يا سيدي في أسوأ تقدير دور الثمانية، بس مش دور ال 32. ما بدري قوي، ما انت كده برضو يا جماعه البطوله هتخسر كتير بعدم تواجد واحد من الفرقتين دول سواء برشلونه او مانشستر يونايتد. خلينا بقى نتكلم بالعقل والمنطق، مين اللي فعلا محتاج الفوز في الماتش الجبار اللي هيحصل في الدوري الاوروبي ده؟ مانشستر يونايتد ولا برشلونه؟ من وجهة نظري أنا شايف إن برشلونة هو اللي محتاج الفوز ده ومحتاج يوصل لنهائي البطولة وياخد البطولة كمان. ليه؟ علشان برشلونة متعثر ماليا بشكل كبير جدا وباع الروافع الاقتصادية، وكلنا عارفين الأزمات واللي صرفوا برشلونة في مقابل إن هو يبقى في أدوار مؤهلة إقصائية لدوري أبطال أوروبا، بس للأسف الشديد معرفش فنزل تاني اليوروبا ليج. فبالتالي محتاج يوصل للأدوار المتقدمة عشان يظبط أوضاعه المالية شوية. دي حاجة. طبعا على العكس إن نادي مانشستر يونايتد ما عندوش اي مشاكل اقتصاديه ومشاكل ماليه. طيب خلينا نتكلم في الكوره نادي برشلونه محتاج البطوله دي بصراحه اكتر من نادي مانشستر يونايتد. طبعا سواء ده فاز او ده فاز انا هبقى مبسوط لان فرقه بشجعها وصلت للدور اللي بعده، بس في الحالتين برضو هبقى زعلان علشان في فرقه بشجعها طلعت من الدوري الاوروبي كمان. فبالتالي احنا هنتكلم على فرقتين هيكسروا في بعض. مانشستر يونايتد من وجهه نظري محتاج انه يركز محليا، محتاج ان هو يكون مركز في مركز مؤهل للتشامبيونز ليج، علشان الجماهير مش طايقه فكره ان انت يا معلم تلعب في الدوري الاوروبي خالص. خلاص انت دلوقتي معاك تشكيله تقدر ان انت تلعب بيها في دوري ابطال اوروبا مستريح وتوصل لدور ال16 وال8 كمان، وجايب مدرب علشان يعمل لك فرقه جباره على مدار الموسمين الثلاثه القادمين باذن الله. فبالتالي انت محتاج تركز محليا، عندك دوري عندك كاس، محتاج ان انت تاخد بطوله يا سيدي، بلاش تاخد بطوله خالص في اسوأ تقدير توصل مركز مؤهل للتشامبيونز ليج. فانا شايف ان مانشستر يونايتد مش محتاج قوي الدوري الاوروبي، يعني انا شايف ان هو يركز اكتر في الدوري الانجليزي وكاس انجلترا هيبقى افضل له بكتير، علشان اللعيبه كمان ما تستنزفش بدنيا ونلاقيها في اخر 10 جولات مثلا بتنهار تماما وبتفقد مركز مؤهل للتشامبيونز ليج، لان انا عارف ان الفرقه دي ما بتقدرش تكمل لحد اخر الموسم، محتاجه انها تبقى عندها عمليه موازنه شويه، خصوصا ان بطولات انجلترا اكتر بكتير من بطولات اسبانيا. دي حاجه. تاني حاجه طبعا برشلونه زي ما بقول لك محتاج ان هو ياخد اليوروبا ليج، لانه كده كده هو منافس على الدوري الاسباني فمفيش اي مشكله، بس محتاج البطوله دي ضروري. الجيل ده محتاج بطوله ضروري اكتر حتى من مانشستر يونايتد. فبالتالي انا بتوقع فوز برشلونة، بس انا ما عنديش اي اعتراض ايا كان مين اللي هيكسب سواء ده او ده، انا بشجعه فاوريدي انا كده كده كسبان في الحالتين يعني. فبس كده يا جماعه دي كانت حلقتنا، اتمنى ما كنتش طولت على حضراتكم، اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وشكرا لكم كلكم وبحبكم كلكم، يلا سلام.